أول ما تقابلهم تحس إنك تعرفهم من زمان. تاني يوم صحيت بدري وقلبي خفيف، لبست يونيفورمي، مسكت شنطتي وأنا داخلة من باب مدرسة التجمع لمحت ليلى واقفة مستنياني قدام الحوش ولوجين جنبيها بتهز إزازة عصير متلوحي. دخلنا الفصل مع بعض، المدرس كتب على السبورة نشاطات المدرسة، المعرض الفني آخر الشهر، وقال اللي عنده موهبة يرسم أو يصور أو يصمم حاجة للمعرض هنقسمكم مجموعات. قلبي دق بسرعة، كلمة معرض خلت إيديا تعرق. بصيت على كشكولي من بعيد، جاسمين قامت أول واحدة، أنا هختار فريق التصوير والموضة، وكل البنات حواليها سقفوا. ليلى همست لي دي فرصتك يا نرمين. لوجين ضحكت، وشنا فريقك، إحنا بنات الديزاين. ضحكت غصب عني بس لسه مترددة، لو رسوماتي طلعت مش حلوة. ليلى ردت بسرعة، وهنفضحك، ده احنا ظهرك. في الفسحة رحنا الجنينة، لقينا ترابيزة خشب فاضية. ليلى طلعت من شنطتها ألوان فلوماستر، نبدأ بحاجة بسيطة. فتحت كشكولي، رسمة بنت بتجري ووراها شمس كبيرة. لوجين نادت يا جماعة تعالوا شوفوا. طلبة كتير وقفوا حوالينا، واحد قال واو، بنت تانية قالت دي مين اللي رسمت؟ وشي احمر بس قلبي فرح. ساعتها ظهر كريم واقف ورا الدايرة بهدوء والكاميرا في إيده، بص للرسمة وبعدين ليا، دي حلوة؟ ينفع أصورها للمعرض؟ اتلخبطت، لو مش بايخة. هو ابتسم، مش بايخة خالص، دي صادقة. صور الرسمة، ولما خلص قال لو عايزة أساعدك ترفعي الصور على صفحة النشاط. ليلى بصت لي بعيون بتفهم، شايفة الموهبة بتجيب أصحاب. رجعنا الفصل والمدرس علق ورقة تسجيل المجموعات على الحيطة. ليلى مسكت القلم، نكتب اسمنا فريق الرسم. كتبت اسمي واسمهم، نرمين، ليلى، لوجين. وأنا بكتب لقيت شادو وقع على الورقة. رفعت عينيا، جاسمين. بصت للورقة وقالت بنبرة باردة فريق الرسم لطيف للأطفال. وبصت للبنات اللي معاها، يلا بينا عندنا شغل بجد. ومشت، إيديا بردت، خوفي رجع. بس لوجين قطعت الصمت، الأطفال هم اللي بيخلوا الدنيا حلوة أصلا. ضحكنا والتوتر راح حتة صغيرة. في آخر اليوم، ليلى نرسم إيه؟ ينفع نعمل لوحة فيها المدرسة والطلبة واقفين حوالين شجرة كبيرة وكل واحد ماسك حاجة بيحبها. بالليل رجعت شبرا، فتحت الكشكول على المكتب، رسمت مربع كبير كأنه إطار لوحة. جوه الإطار شجرة المدرسة، وتحتها أنا وليلى ولوجين وناس تانية حوالينا. ماما دخلت تبص عليا، يا نرمين ما تتأخريش في النوم. رديت وأنا ببتسم، 5 دقايق خلص الحلم واجي. لو ليكم فريق في المعرض هتختاروا اسم إيه؟ وهنرسم إيه بيمثل مدرستنا؟ استنوني في الحلقة الجاية، وصاحبك الجميل بيحول أي كتاب لحكاية. ويلا بينا.